السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع قيام الليل وما زلنا مع فضل قيام الليل، والنهاردة بفضل الله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه واحد ربنا بيحبه من اللي بيقوم قيام الليل. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يكرههم الله. يعني ثلاثة ربنا بيحبهم وثلاثة ربنا بيكرههم. طيب ايه هم الثلاثة اللي ربنا بيحبهم وايه هم الثلاثة اللي ربنا بيكره؟ اما الثلاثة اللي ربنا بيحبهم فقوم لقوا عدوهم. كانت المعركة ما بين المسلمين وما بين أعداء الإسلام، تمام؟ فانهزم المسلمين. أنا بشرح لك الحديث. انهزم المسلمين فقام رجل، خلاص انهزمت المسلمين، قام رجل فقاتلهم حتى يقتل أو يفتح الله النصر، أو يفتح الله النصر. يعني قال مش راجع، يا إما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي الشهادة، يا إما ننتصروا. مع ان خلاص انهزموا، بس هو رايح وهو عارف ان هو 99% هيموت. ده ربنا بيحبه، تمام؟ اما تاني واحد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث: فرجل سأل قوم، سأل الناس في جامع كده، راح لناس وهم قاعدين مثلا بيسألوا، فسألهم بالله ولم يسألهم بصلة قرابة ولا شيء، سألهم بالله. يعني راح للمجموعة ناس قاعدة كده وقال لهم: بالله عليكم ادوني، ده أنا محتاج. وما سألهمش وما قال لهمش معايا واسطة كذا وكذا ادوني ده كذا أو كذا، لا، هو قال لهم بالله. منعوه فمشى الرجل، فقام رجل من اللي كان قاعدين في الخفاء وسحب نفسه وراح للراجل ده وجه أعطاه عطية، اداله المال، ولم يعلم بالمال إلا ربنا سبحانه وتعالى والراجل ده ربنا بيحبه. أما ثالث واحد معانا ربنا بيحبه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في الحديث: قوم، جماعة ماشيين في سفر، جايين من سفر كده، تمام؟ ونزلوا ومتعبين جدا، منهكين، مش قادرين. يعني لو قالوا له ندولك المال الدنيا بحاله معاه والتن صاحي ولا تنام، هيختار النوم على طول. ودي ساعات الإنسان بيوصل لدرجة فعلا إن بيبقى النوم أحب إليه من أي شيء تاني، تمام؟ قوم ساروا مسيرة حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما سواه. النوم بقى أحب إليه من أي حاجة لو في الوقت ده تقولها له، تمام؟ فقام رجل، واحد بقى منهم قام وصلى يناجيني ويدعوني ويتملقني. ده ربنا سبحانه وتعالى بيحب الرجل ده من أهل قيام الليل. وأما الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرههم أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فشيخ ذاني وعائل مستكبر وغني ظلوم. ويا رب تكونوا استفدتوا معايا النهاردة شيء. سلام.